أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. شاهد مأساة جيسيكا بسوهاج. لم تكن تتوقع أسرة الشابة جيسيكا عياد أن تتحول رحلة علاج قصيرة إلى مأساة إنسانية مؤلمة تهز مشاعر الكثيرين في محافظة سوهاج. فالشابة التي لم يتجاوز عمرها 25 عاما كانت زوجة وأم لطفل صغير لا يزال في عامه الثاني، وكانت تحلم بحياة هادئة مع أسرتها. ولكن تلك الأحلام توقفت فجأة بعدما دخلت في غيبوبة استمرت 62 يوم عقب جلسة علاج كهربائي داخل أحد المراكز الطبية الخاصة، لتنتهي القصة بوفاتها وترك أسرتها في حالة من الحزن والأسى. القضية التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى حديث الرأي العام في سوهاج، خاصة مع اتهامات الزوج بوجود إهمال طبي أدى إلى تدهور حالة زوجته. وبين رواية الأسرة والتحقيقات الرسمية المنتظرة، تبقى القصة شاهدا مؤلما على فقدان شابة في مقتبل العمر وسط تساؤلات لا تزال تبحث عن إجابة. وبدأت التفاصيل واقعا عندما كانت جيسيكا تخضع لمتابعة طبية مع طبيب متخصص في المخ والأعصاب والطب النفسي. ووفقا لرواية زوجها أبانوب السيد، كانت الزوجة تتلقى علاجا دوائيا بكميات كبيرة، الأمر الذي دفعهما إلى طلب تقليل الأدوية. وبحسب ما رواه الزوج، اقترح الطبيب حينها بديلا يتمثل في الخضوع ل6 جلسات علاج كهربائي على أن يتم إيقاف الأدوية بالكامل بعدها. وبدا الأمر في البداية حلا مناسبا للأسرة، خاصة مع تأكيد الطبيب أن هذه الجلسات قد تساعد في تحسين الحالة دون الحاجة للاستمرار في العلاج الدوائي. وبناء على هذا المقترح توجه الزوجان إلى أحد المراكز الطبية الخاصة الذي تم تحويلهما إليه لإجراء الجلسات العلاجية. وقال الزوج في تصريحات خاصة أن الجلسة الأولى كان من المفترض أن تستغرق نحو 15 دقيقة، وهو ما أخبرهم به الطاقم الطبي. ولكن الأمور لم تصر كما هو متوقع، إذا امتدت الجلسة إلى ما يقرب من ساعة كاملة، مما أثار قلقه بشكل كبير. وأضاف أنه لاحظ حالة من التوتر داخل المركز الطبي، خاصة بعدما بدأ الطاقم في طلب الأدوية من خارج المكان. وهو ما زاد من شكوكه بأن شيئا غير طبيعي يحدث. وعندما تمكن أخيرا من دخول الغرفة والاطمئنان على زوجته، فوجئ بمشهد صادم، إذ كانت تعاني من تشنجات شديدة وحالة صحية حرجة. حاول الزوج التدخل ومطالبة الأطباء بنقلها فورا إلى المستشفى، إلى أنه قال أنهم حاولوا تهدئته وأكدوا أنهم قادرون على التعامل مع الموقف. ولكن مع استمرار الحالة الحرجة وعدم تحسنها، اضطر الزوج إلى التهديد بالاتصال بالشرطة، وما دفع الطاقم الطبي في النهاية إلى طلب سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى سوهاج العام. وتم نقل جيسيكا لمستشفى سوهاج العام في 10 من يناير، حيث دخلت في غيبوبة كاملة استمرت 62 يوم. وخلال هذه الفترة ظلت أسرتها تتابع حالتها الصحية أملا في تحسنها وعودتها للحياة. ولكن رغم محاولات الأطباء في المستشفى لإنقاذها، تدهورت حالتها تدريجيا حتى فارقت الحياة، تاركة خلفها زوجا مكلوما وطفلا صغيرا لم يتجاوز عمره عامين. ويوجه الزوج اتهامات واضحة بوجود إهمال طبي تسبب في تدهور حالة زوجته، مشيرا أن الطبيب الذي أجرى الجلسة لم ينتظر حضور طبيب التخدير، بل قام بإعطاء حقنة التخدير بنفسه. ويرى الزوج أن هذا التصرف كان أحد الأخطاء الرئيسية التي أدت إلى ما يحدث، خاصة في ظل عدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قبل إجراء الجلسة، مثل إجراء التحاليل أو الفحوصات المطلوبة. وأضاف أنه سأل الأطباء لاحقا عن السبب المحتمل لما حدث، فأخبروه أن زوجته ربما تعرضت لحساسية من حقنة التخدير، ولكنه تساءل لماذا تم إعطاء الحقنة دون وجود طبيب تخدير مختص. كما أشار أن التأخر في نقلها إلى المستشفى بعد ظهور مضاعفات ساهم أيضا في تدهور حالتها الصحية بشكل كبير. وأكد الزوج أنه تقدم بعدة شكاوي وبلاغات رسمية إلى الجهات المختصة، بما في ذلك مديرية الصحة في سوهاج ووزارة الصحة، مطالبا بفتح تحقيق شامل في الواقعة. وقال أنه تواصل مع عدد من المسؤولين من بينهم وكيل وزارة الصحة في المحافظة، وقدم المستندات والإثباتات التي يملكها، ولكنه يرى أن الإجراءات كانت بطيئة للغاية. وأوضح أن هدفه الأساسي ليس سوى معرفة الحقيقة ومحاسبة أي شخص ثبت تقصيره، قائلا إن ما يريد فقط هو تحقيق العدالة لزوجته الراحلة. ومن جانبها بدأت الجهات المعنية بالفعل في تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الواقعة، وهدف التحقيق إلى مراجعة الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها داخل المركز، والتأكد من مدى التزامه بالمعايير الطبية المتبعة.
إضافة إلى تحديد المسؤوليات حال ثبوت وجود أي تقصير. ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات مراجعة التقارير الطبية وسماع أقوال الأطراف المعنية للوصول إلى صورة واضحة حول ما حدث. وراء هذه القضية قصة إنسانية مؤلمة لشابة كانت في بداية حياتها. لم تكن جيسيكا مجرد حالة طبية أو رقم في سجل الوفيات، بل كانت ابنة وزوجا وأما لطفل صغير لا يزال يحتاج إلى رعايتها. رحيلها ترك فراغا كبيرا في حياة أسرتها، خاصة طفلها الذي فقد والدته في سن مبكرة. وكما أثارت قصتها تعاطفا واسعا بين كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن حزنهم الشديد لما حدث، مطالبين بكشف الحقيقة كاملة. تبقى قصة جيسيكا عياد واحدة من القصص المؤلمة التي تسلط الضوء على أهمية الالتزام الصارم بالإجراءات الطبية داخل المراكز العلاجية، خاصة في الإجراءات الحساسة التي تطلب تجهيزات خاصة وإشرافا طبيا دقيقا. وفي الوقت الذي تعيش فيه الأسرة حالة من الحزن العميق، يظل الأمل معقودا على أن تكشف التحقيقات الجارية كل تفاصيل ما حدث، وأن يتم تحديد المسؤوليات بشكل واضح. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.